ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض لانشون الفراخ بطريقه سهله جدا جدا ومضمونه. وكفايه انك هتاكلي عيالك حاجه نظيفه. كفايه بقى اللي احنا بنشتري من بره اللي مش عارفين مصدره ايه. شايفين الشكل؟ شكله فظيع زي اللي بره بالظبط. والطعم والله والله احلى مليون مره من اللي بره. لازم تجربوا الطريقه دي وتشجعوني، ولو عجبتك الطريقه ما تنسوش تخشوا تدعموني بايه؟ بلايك واشتراك في القناه. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. مقاديرنا ايه؟ نص كيلو بانيه متقطع، كوبايه زيت، 4 قطع جبنه نستو، 2 مرقه دجاج، ملح، فلفل، جنزبيل، معلقه بصل بودره وتوم بودره، حبهان. عندي هنا 6 بيضات، كوبايه من الدقيق لون اصفر. اول حاجه هعملها هجيب الكبه بتاعتي وهفرم فيها نص كيلو البانيه. جايبه نص كيلو بانيه، فراخ، اي حاجه عندك افرميها كده في الكبه فرمه حلوه كده كويسه. وبعد كده بعد ما فرمناه هنعمل ايه؟ هنضيف ال4 قطع جبنه نستو. ماشي يا جماعه، يلا بقى لو وصلتي معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش دعموني بلايك واشتراك في القناه. حطينا 4 قطع جبنه نستو، وبعد كده هننزل عليهم مرقتين الدجاج. دي مرقتين الدجاج عاديه مكعبات، لو عندك فوريه مفيش مشكله، بس لازم تحطي مرقه دجاج. الصراحه عملتها مره من غيرها ما طلعش طعمها حلو. بعد كده هفرم هو تاني الجبنة مع الفراخ مع المكعب الدجاج. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بعد كده هكسر ال6 بيضات. شايفين البيض حجمه كبير وحلو كده عشان يعمل النتيجة اللي انا عايزاها. ما تجيبوش بقى بيض صغير كده وتقول لا ده اللانشون طلع مش حلو. لا، احنا عايزين 6 بيضات حلوين كده كبار. وبعد كده احط بهاراتنا اللي هي ملح، فلفل اسود، توم بودره، بصل بودره، جنزبيل، حبهان. والحبهان زي ما انت هتشوفوا دلوقتي انا باخد القلب بتاعه، ما بحطوش كله بقشره. لا، انا بفتح الحبان كده اهوت واخد القلب بتاعه. شايفين؟ ايوه هو ده بالظبط اللي بقول عليه. بعد كده هضرب ده كله كده في الخلاط تاني في الكبه. انا اسفه جدا، واللي ما عندهاش كبه وعندها فراخ مفرومه تفرم الفراخ بره عادي جدا لو هي ما عندهاش كبه. وبعد كده تعمل كل حاجه في الخلاط، بس تعمل البيض والحاجات السائله الاول. بعد كده تحط الفراخ آخر حاجه. بعد كده هضيف كوبايه الدقيق يعني كوبايه دقيق كده حلوه. ماشي، انت شايفين الكوبايه اللي انا بعمل بيها؟ ولا كبيره او ولا صغيره او كويسه. وهضيف كوبايه الزيت، يكون زيت ذره او عباد شمس حلو جدا. ما تستخدميش زيت لطعم ريحه كده وطعم وحش، عشان هيبان في الاكل طبيعي هيبان. فاحنا كده اهم حاجه نستخدم حاجه نضيفه، احنا نعمل حاجه لبيتنا ولعيالنا، فلازم نعمل حاجه نضيفه. هضيف كده مع نقطتين 3 من اللون الاصفر. ده لون اصفر صحي، بجيبه من عند اي عطار. شايفين الشكل النهائي بتاع اللانشون عامل ازاي يا جماعه؟ شايفين القوام بتاعه اهوت. عندك بقى ورق استرتش، حطيه ولفيه رول. وبعد كده لفيه في ورق فويل وسويه في ميه مغليه. انا ما عنديش ورق فويل ولا ورق استرتش، جايبه طاجن عادي جدا. هضيف فيه الخليط بتاعي اللي انا عملته، هعملها لتلات ارباعه. ما عندكيش طواجن اعمليها في صينيه، اعمليها في حله، اي حاجه تكون حلوه كده من ايدك. واي حاجه تعمليها تبقى زي الفل، كفايه ان انت عامليها. الكميه دي عملت معايا طاجنين كبار حلوين. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب ميه مغليه على النار وهحط فيها الطاجن، هيستوي لمده ساعه، ساعه الا ربع. يعني من ساعه الا ربع تشوفي كده النتيجه. هتدب السكينه في النص، لو استوت طلعت نضيفه يبقى كده استوى. اهو ده شكل اللانشون بتاعي يا جماعه، تحفه تحفه. بسم الله ما شاء الله عليه، حاجه كده عظمه. والله العظيم يعني من غير اي حاجه فعلا تحفه. العيال عندي يعني بيحبوه جدا، والحمد لله عرفت امنعه من البيت. اللانشون بتاع بره انا بعمل كل حاجه في البيت. شايفين الشكل عامل ازاي؟ يا ما شاء الله اكبر، الله اكبر. حاجه جميله جدا، والطعم حاجه كده تحفه. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم.